خابرني واحد قال لي بدي اسولف وياك. قال والله انا ابكي. قول حبيبي. قال ابو فاطمه انت ابوي واخوي وانا اريدك يعني توقف وياي. قلت له خادمك ابني بس سولف على راحتك. قال اني اجيت لقيت امي تخون ابوي. يا بعد عمري اروح لك فدوه اني متعينه عليك. الله يعينك ابو علي. يقولوا انا طالب حوزه. قال والله وبحياتي ما كاتل لي نمله. وبالمناسبه ولد شاب يعني 18 19 سنه ترى شاب يرفع يقدر يلويها غير يقتلها يذبها بعلي يطبقها يذبها بالبانيو. بس خطيه. قلت لكم الانسان اللي يصير متدين مو يصير جبان بس صعبه يقتل له بشر. قال وانه بجت اختي زعلانه ولزمت اختي بالغرفه. بالمناسبه يحلف بكل كلمه بالقران يجمد الدم في عروقي اذا كان. يقول لقيت اختي مسويه سيلفي وهذا وصدرها وكذا. هم معقوله تاخذ الرجلها. فيقول انا شو اسوي ابو فاطمه انا هسه قاتل بالغرفه وابكي ويلطم على وجهي. يقول انا كنت ويا جماعتي واسولف ونحكي على البنات اللي متبرجات. قال بشرفك. قلت له انت ابوك شنو يشتغل؟ يعني شغله جيده انا ما اريد اسولف اكثر ابين خطيه اموت عليه انا. بس شغلته فوق الجيد. قال والله يطلع من الصبح والله ينكسر ظهره بالشغل وشنو المطلوب ينطيه. والله ما مقصر وياه خطيه. فهسه هو اكو سبب نعم هسه لعل بعض التقصير من الرجل بس ما توصل ان تخوني الرجل حقيقه ما يجوز. اعود من ما بدات. فش يقول هو؟ يقول ابو فاطمه انا شو اسوي؟ قام يجيني هاجس. قال صح انا النفس اللوامه قويه عندي لا تسوي جريمه وكذا بس مرات يجيني تخيلات وهي نايمه ادججها هي واختي. تقدر انت ايش تنصحني؟ انا بالنسبه لي كتكليف بالمناسبه ترى مو هينه اقول له روح اقتل هنا ويقتل العالم. انا اتحمل مسؤوليتها امام الله. قلت له عزيز اخذ كلامي وطبقه بحذافيره. قال انا الك اذن صاغيه. قلت له باكر ابوك خليه يروح للشغل وانت لا تروح ابقى بالبيت والزمهن اثنيناتهم. قلها عليك هي امها تسبح والتليفون مو جاي الرسائل وفاتحها وشايف الصور وشايف كل شيء. الظاهر هو مراقب امه يعني واخته كذلك. فقلت له الزم امك واختك وحذرهن. هذا الشرع ترى مو بكيفي انا اتكلم. هاي مال غسل عار وكذا لا يجوز شرعا. الولايه للاب والجد والحاكم الشرعي مو الاخ. انت شنو حتى تقتل؟ على كل. قلت له حذرهن قلهن ترى انا عرفت وما راح اقول لوالدي حتى لا يذبحك ويقتلك وكذا وتخسرين حياتك ودنياك واخرتك. قطبا بنات الفقر قطبي سنونك بالفتحه السادسه جاي تموتين قطبي. حتى لا الرجل مو زين وياك صبري في جنب الله يعوضك. فقلت له انصحهن وخوفهن انهرهن يعني نبره صوتك بان ترى اذا عدتوها واشوفكم كذا انا اروح اقول للوالده وبعد اطلع من شرفها. قلت له اذا والاذا اداه شرط وياي قالوا ياك. قلت له اذا هسه هن قلت له راح بعد يختفن من يمك بعد يسون بعد يكون حذرات اكثر. اذا حسيت بيهن بعد نفس الاهمال ونفس الغلط ارجع حذرهن مره ثانيه. هذا شرع ترى. هاي لو هسه ربعنا كضله كلاشينكوف وفرقها بيها. احنا ما نشوف روح شوف محكمه الرصافه ايش قد قتل. انا موت 50,000 قاتل اخوي متعيني انا اقتل اخوي ولك يدوسني والله يدوسني وما اقتله. هذا يونس اخوي مره تعارك وياي انا كنا صغار يعني بحيئور هسه تونا نزلنا جده تقريبا فد 11 سنه صار 13 سنه تعارك وياي. فتماطلنا وياه راسا شمرنا على الكنتور ودفر رجلي صار عندي قطع رباط من تمزق حاد
بالله الكريم عمليات عوق والله الا شويه صار بي. ليش ما انا اكبر منه ما اقدر كذا طقه طلقه ويموت. انا قلت لاخوي كفي لك الله يذبني بالقبر وما حاكي متعيني والله. بس العالم تغيرت. ليش اقول لك حقيقه يعني العالم تغيرت. عداله الحياه ثقيله جدا. فلازم الانسان يكون بديمومه مع الله سبحانه وتعالى. قلت له والمره الثالثه اذا عادنها روح بلغ والدك خلي بعد هو بجهله بفقهه بعاميته بدينه يقتلهن هو بعد هو مسؤول امام الله سبحانه وتعالى. قلت له اهم شيء انت اللي عليك تسويه. قلت له ثانيا ارجع واقول الخطا من والدك لان انت ليش فتحت باب خوب لا تدوس على الجنه وصيح اسم الله. هو والدك فتح باب بين ياهل يجي يدق الباب ويطبلها. الفيس ترى قلت لك سلاح ذو حدين مع احترامي العوائلنا الاجلاء وبناتنا وحبيباتنا الله يستر عليك. لكن مو كل بنيه مهره وتصون شرف ابوها واخوها ولا نعتب على الرجل شوف ايش قد عار. لا لك خطيه والله. بالحسين خطيه ترى الرجال مرات. شو يسوي؟ شو يسوي؟ تعب وضيم والعيشه هاي الزفره القشره والله ايش داوه مو عيشه. ولذلك مرات هن لازم الثقل الهن يا حبيبي. فنرجوكم يعني هلا هلا بنسوانكم هلا هلا بعوائلكم هلا هلا بالفيس يعني مشكله. اسال الله ان يستر امه محمد وجميع الاديان بحق محمد وال محمد. بالمناسبة الشيطان ايش قد ما تقدر ابتعد عنه ترى مشكلة. اليوم الصبح تقريبا الساعة ب8 انا قاعد بال7 يقول عندي صب. اتصل بي احد الاخوة الله يستر عليه قال ابو فاطمة انت اخوي والاب الروحي. انا هواي ترى هاي اللغة انا احبها لغة الشباب اروح لهم فدوة والله اموت عليهم ابو علي ورغم ايش قد يغلطون علي بس انا احبهم يعني هو شاب. ليش قلت لكم الله اذا تمشي عدل يتباهى بيك الملائكه. ما يريد الشايب مكسرين كلهن فقريات والله رايحين للجامعه حجي ما ادري كذا غنيتين على ايدك. مع احترامنا الشياب لا احد يزعل علي. ذاك من ذاك الشريف ان شاء الله والمؤمن يعني مو المتدين. اما الباقيين متدينين يعني يخلص صلاته ويروح لأهله ومن على من يموت يكون رهين أعماله. أعود قال لي أبو فاطمة أني خاطب بنية كنت وي صاحبتي هو هذا يقول كنت وي صاحبتي كنا شو نسوي بالتليفون ونخلي واحد ويانا ثالث وكذا يعني تعرفون انتم اكو مرات هذا مو ينحكي بالتليفون بس لا حياء في الدين يعني نريد نسولف حتى ناخذ عبره للشباب والناسنا واهلنا. يقول نخلي ويانا ثالث ونتناقص وكذا وهاي الامور الجنسيه. فيقول ابو فاطمه تعودت على هذا الشيء وهذا واخلص شغلتي بالحرام بالتليفون. يقول من خطبت البنيه هسه هو خطبها بعد هي نفسها بس خطبها زين هذه شو سواها وياها حرام حلال. نرجع عليه يوم من الايام ونفهمكم به. المهم عقد بعد عقد شرعي صارت زوجت البنيه بس بعد ما متزوجها. فيقول ابو فاطمه قام يجيني يعني هذا الهاجس اللي كنت اسوي وياها قبل قام يجيني يقول لي ترى جاي تخونك ويا ولد صديقك وهي شريفه اشرف من شرف خطيه روح لفدوه. يعني البنيه تصير مرات تخشمر بس هي بنيه بنت عائله. نعم ايش قلت لكم لا نحكم على الانسان لا نتسرع ويا الاخرين وان كانت شمره جهالها من هذا والله ما دافع عليها بس لازم نعرف شنو السبب اخواني. لازم نعرف شنو السبب اللي سوت هذا الشيء. لو كان للخطا عذرا ما كان داعي لاخفائه يعني. فمو كل شيء لازم احنا نقول لا خطا وكذا لا. على كل حال فقال لي قام يجيني النوب الهاجس يبكي خطيه
قلت له انه قال انه قمت اتخيل امي مصلخه وكذا وهالشكل. حقيقه يعني هذا النفس الاماره بالسوء اقوى من النفس اللوامه، وهذا اندمر خطيه. يقول قمت اشوف والدتي يقول لي باوع على جسمها او كذا. مرض، نعم، هذا مرض شنو؟ مو مرض نفسي، لا، هذا شيطان قوي. هذا حتى يتلبس به الجن اذا يدخل بمكان او يدخل بين ايد رجله اليسرى بالحمام والمغرب اصلا يضربه شرجي. هاي الامور ترى بالمناسبه مرات اكو بالدعوات الجلجلوتيه والكذا والجن، انت اكو اسماء اذا تقولها يصير حضور ام الجن اصلا ما تقدر لها انت. هسه احنا ما نقدر نتوصل لهاي الامور، بعض الاخوه عوام وخاف تصير مشاكل، ما اريد اذكر العالم. يوي اجاك واوي ادوي عينك. اعود. فقال لي شو اسوي اني؟ ويبكي يقول والله هسه قمت اباوع على امي اموت ارجف. يقول لي شلون والدتك مصلخه وكذا وهذا. فقلت له حبيبي خاف اقول لك الله ودينه وكذا وما تستوعبني. قلت له كل هذا انت فتحت الالف ميل، بدأت بخطوه بين انت اعطيت مجال لنفسك الاماره بالسوء ان تركبك. قال صح. قلت له انت من سويت هاي الممارسه وكذا، شلون هذا اللي العاده السريه اللي يمارسها يوم يقول يلا بس هالمره وبعد اغتسل الجنابه وراح اتوب بتشبلك، انت بهاي المره المفروض تريد تسوي. اقول له لا الخاطر نفسي اني ولجل الله مو يباوع علي، خلنا بطلها واغتسل. هالشكل تنتصر على النفس. حق الحسين. شايف مرات شيء بالشيء يذكر الاسمان اهل الكروش في دول القلب، وانا هم مريت بهذا الموقف. من تريد بعد ما تاكل ولا تشرب حلويات ولا هذا، مرات تشتهي اللفت تاكل انه قلت لا يلا ما اكل. شو يصير بيك؟ الشهوه مو جسمك يريد طعام، مو شهوه جنسيه. من تشتهي الاكل تريد تاكله بتقول لا يلا الخاطر صحتي حتى اضعف. هالشكل الشهوات الجنسيه لاجل الله تعوفها لازم. هالشكل تصير محاربه النفس. قلت له انت النفس الاماره زياده عليك، هاي راح تخليك حتى خواتك ومن تكبر بناتك هيك شكل تظل تباوع عليهن. شو ماكو هسه اب يتحرش ببناته؟ اكو. ولذلك نتوقف.